أهلا وسهلا بكم طلاب بريب 1 عاملين إيه معاكم مستر فيلو ساينس. وإحنا المرة اللي فاتت يا شباب خلصنا بارت 1 من ليسون 1 من يونت 2. تعال نخش في بارت 2 من ليسون 1 الانرجي. وإحنا قلنا إن اليونت 2 بتتكلمني على الانرجي والفورمز اوف ذا انرجي. تمام؟ تعال كده نفتكر إيه هي الانرجي. الانرجي it is ability to do work. it is ability to do إيه work. وقلنا كمان إن أي إنرجي ليها يا مستر يونت اللي هي الجول. فاكرين الجول اللي إحنا قلناه في يا مستر بارت 1؟ ده اليونت برضه بتاعت مين؟ بتاعت الورك. برافو عليك. طب لو أنتوا جيتوا بصيتوا على البيكتشرز الجميلة ده والولد اللي بيلعب كورة دي، تمام؟ هو بيعمل إيه يا مستر؟ لا تمام، ده بلايرز يا مستر، خلي بالك. كيك ذا بول. أدام بيعمل كيك ذا بول يعني بيعمل إيه؟ ورك. تمام ماشي. بس خلي بالك من حاجة، بيقول لك إيه؟ كل ما الانرجي انكريز يبقى الورك انكريزز. طيب الفورمز اوف ذا انرجي، قال لك ان انا عندي كذا فورم اوف ذا انرجي، في كينيتيك انرجي اند البوتنشال انرجي. طب النهارده هنتكلم عن مين؟ على البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي يا مستر بكل بساطه، ودي احنا واخدينها قبل كده، تعال نفهمها اكتر. لو انا جبت يا مستر بيرسون راح واخد ليفت يا مستر بوك في الفلور فروم ذا فلور وبدا يحطه على الهاير يا مستر شيلف، هو كده غير ايه يا مستر؟ البوزيشن. هو كان على الجراوند او يا مستر على فلور، وغيره ووصله يا مستر فين؟ في حاجه هاير، حاجه اعلى. يبقى كده يا مستر هو غير بوزيشن. طب هو كده يا مستر عمل وورك ولا ما عملش وورك؟ قال لك لا، هو عمل وورك، بس الوورك يا مستر اللي عمله ده converted into stored energy. يعني الورك فعلا اتعمل انه يا مستر رفع البوك وحطه على الشلف الرف، يبقى كده اداله عمل ورك، وفي نفس الوقت اداله ايه يا مستر؟ ان الورك ده اتشينج انتو انرجي. الانرجي دي اسمها ايه؟ بوتنشال انرجي. تعالى بقى نقول الديفينيشن بتاع البوتنشال انرجي. هي the energy stored in an object as result of work done on it. يبقى هي انرجي نتيجة ان في work done act on it. والبوتنشال انرجي اللي هي يونت اللي هو قلنا ايه؟ الجول. واي جول وورك يبقى عباره عن ايه يا مستر؟ تمام، انرجي. الاثنين دول يا مستر الورك والانرجي ليهم يا مستر انهي يونت؟ الجول. بص اهو، البنت دي عماله ترفع البوك، يبقى كده بتديها ايه يا مستر؟ انرجي. انهي انرجي؟ بوتنشال انرجي. يبقى البنت بتعمل الورك، والورك ده يا مستر هيبدا يحصل له converted and stored in the object in the form of potential energy. What is meant by in the potential energy of an object is 20 joule. هقول له this means that in the energy stored in the an object as result of work done on it is equal 20 joule. اوكي؟ طيب تعالوا نبدأ نتكلم مع بعض ونعمل الفاكتور affect على البوتنشال انرجي. أول حاجة بكل بساطة كده إن النمبر 1 الفاكتور الأولاني the weight of الأوبجكت W. الويت W هنا يا مستر مش معناه work عشان ما تلخبطوش، هنا معناه إيه؟ الويت، الوزن. هنجيب يا مستر بيزن ونشوف هل يا مستر لما بغير الويت البوتنشال انرجي هيتغير ولا لا؟ يا مستر يعني يا مستر اندبندنت. فاكرين يا مستر شرحناه في بارت 1؟ طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ التولز بتاعتي ايه؟ هجيب يا مستر بيزن فيلد ويز ذا فاين ساند، واجيب متر رولر و3 جلاس بول اللي هي ماربلز of different weights. الستبس: drop the small marble from a height of يا مستر 50 سنتيمتر above the surface of the sand. يبقى انا هجيب يا مستر ساند، وهجيب يا مستر رولر، وهجيب 3 جلاس بولز اللي هي ايه؟ ماربل. بس خلي بالك هم different weight. ماشي، وهبدأ يا مستر من عند 50 وهعمل فول داون لمين؟ للماربل واشوف. وهبدأ أكرر يا مستر الكلام ده مع مين؟ الماربلز التلاتة. وخلي بالك أنا يا مستر أنا بعمل إيه؟ from the same height اللي هو كام؟ 50. ماشي؟ أهو ده كمان يا مستر عندي أهو example. ماشي؟ لاحظنا إيه بقى؟ كل ما بعمل يا مستر falling the marble أو each marble ألاقي إن الساند يا مستر يحصل فيها هول. ماشي، وبعدين بص بقى الجملة يقول لك الأوبزرفيشن إيه؟ The depth of the hole formed by each marble in the sand increase with increase the weight of the marble. كل ما كان الماربل increase كل ما مستر depth of the hole increases.
طيب conclusion تعالَ كده بقى نشوف اللي إحنا فهمناه اللي هي إيه controlled والindependent والdependent. الcontrolled يا مستر variables اللي هو الheight of the marble above the surface of the ground amount of the sand. يا مستر الheight فين الcontrol؟ الheight ده constant ما غيرناش الheight. لو أنت لاحظت أنا بارمي يا مستر الماربل من 50 سنتيمتر، ال3 من 50. number 2 الamount of the sand كمية الsand أنا ما غيرتهاش يبقى ده controlled variable. طب الindependent اللي بيتغير كان إيه؟ الweight of the marble. طب الdependent الdepth of يا مستر الhole that formed of يا مستر each marble. طيب استفدنا إيه من كل ده يا مستر؟ قال لك إن by increasing the weight of the object lead to increase the potential energy and vice versa. كل ما كان يا مستر الweight increase كل ما potential energy increase، وكل ما الweight decrease potential energy decrease. طيب نشوف another factor الheight. هنا الheight of an object above the surface of the ground. ماشي نفس الكلام يا مستر. هنجيب يا مستر هنا إيه؟ خلي بالك أنا هغير الهايت. ماشي هجيب بيزن يا مستر في سنت مترك ويا مستر رولر بعد كده جلاس ايه 1 جلاس ماربل. تمام الستبس دروب ذا ماربل فروم الهايت 50 سنتيمتر above the surface of the sand. يعني أول حاجة هرمي يا مستر مين الماربل من هايت 50. تاني حاجة هعمل ريبيتد للأنظر يا مستر بريفيس ستبس بس في كل مرة هزود مين الهايت. هخلي الهايت 75 سنتيمتر ومرة تانية هخليه كام 100 سنتيمتر. بصوا ركزوا كده دي كده يا مستر حاجة بسيطة كده فيديو بتبين خلي بالكوا الهايت. بصوا أو الويت بصوا المنظر نبص كده أنا عندي يا مستر أهو عشان بس أأكد معلومة إن كل ما الويت يحصل له تشينج كل ما البوتنشال انرجي تشينج. بصوا الهايت يا مستر الويت سوري اهو بصوا الماربل يا مستر الصغيره او الكره الصغيره بصوا لكن يا مستر الحاجه الويت انكريزز يا مستر كل ما كان البوتنشال انرجي انكريز. طيب اهو على الهايت يا مستر جاب ذا سيم بورز يا مستر كورتين بس خلى ديفرنت ايه هايت. بصوا ركزوا كده في الفيديو ايه ده يا مستر كل ما الهايت انكريز كل ما مستر البوتنشال انرجي ايه انكريزز. بركزوا اهو بتصوير بطيء يا مستر اهو سلولي. بصوا فين اني بقى اللي يكون عنده بوتنشال انرجي اكتر طبعا اللي جاي يا مستر مع ايه انكريزنج الهايت. تمام نكمل. طيب الاوبزرفيشن هنا لاحظت ايه بقى ان الدبس يا مستر او الهول اللي مثلا اللي هيتكون من الماربل اللي انا رميتها increased by increasing يا مستر مين الهايت. طب طلع لي بقى الكنترولد فاريبل. الكنترولد فاريبل الويت اوف ذا ماربل. الويت بتاع الماربل ما اتغيرش الاماونت اوف ذا ساند. طب الاندبندنت الهايت بتاع الماربل انا في كل مره كان الهايت 50 بعد كده 75 بعد كده 100. الديبندنت الديبث اوف يا مستر هول فورمد باي ايتش ماربل. تمام. طيب conclusion كل ما زودنا الهايت اوف ذا اوبجكت above the surface of the ground اللي حصل potential energy increase and vice versa. يبقى الهايت increase potential energy increase and vice versa. نبدأ نفهم ايه بقى من كل الاكتيفيتي دي بقى. بصوا ان الاوبجكت which are higher than the ground surface possess potential energy والmagnitude of يا مستر of each depend on two factor. يبقى انا البوتنشال انرجي الماجنتيود بتاعها depend on two factor. الفاكتور الاولاني الويت of the object measured by Newton والهايت of the object above the surface of the ground level اللي هو الايه الهاي اتش وطبعا اليونت بتاعته ايه بالمتر. اوكي واحنا عارفين يا مستر والاكتيفيتي اللي احنا عملناها الويت انكريز يبقى البوتنشال انرجي انكريز الهايت انكريز يبقى البوتنشال انرجي انكريزز. اوكي او الاثنين زود الهايت زود الويت يبقى البوتنشال انرجي ايه انكريزز. تمام. طيب هنبدا نعمل رولز ان البوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت بناء يا مستر على الاكتيفيتي اللي احنا عملناها. طلع ان التو فاكتور هم كمان يا مستر عباره عن الرولز بتاعتنا. ايه هي بقى البوتنشال انرجي بي اي ايكوال الويت باي هايت. البوتنشال انرجي اليونت بتاعتها جول واي انرجي او اي ورك جول. الويت بالنيوتن زي الفورس والهايت بالمتر. طيب احنا كنا واخدين حاجه من ايه مستر لاست تيرم ان الويت اوف ذا اوبجكت ايكوال الماس باي جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي.
طب ما أنا ممكن يا مستر ما يدّينيش الweight في الproblem، يدّيك الmass ويدّيك gravitational field intensity. تقدر بقى يا مستر تغيّر القانون ده؟ نقول بقى الpotential energy equal، هنشيل الweight ونحط مكانها إيه؟ الmass of the object by gravitational field intensity by الheight. وإحنا عارفين إن الgravitational field intensity equal 10 نيوتن per kilogram. طب تعالَ كده بقى الproblem. قبل الproblem what is meant by إن الpotential energy of an object equal 0. إيه ده؟ هو في potential equal 0؟ ده معناه إيه؟ إن الobject ده أصلًا يا مستر is placed on the surface of the ground. هو لسه على الground. ما إحنا قُلنا يا مستر لمّا باعمل الpotential energy لازم أغيّر الposition بتاع الobject. بما إن الpotential energy 0 يبقى الobject ده محطوط على إيه؟ الground. الproblem number 1 calculate the potential energy of an object in mass equals 6 kilogram located at height of 3 meter above the ground. يبقى أنا عايز الpotential energy، أنا عايز ومديك الماس ب6 كيلوجرام، الهايت 3 متر، ويا مستر الجرافيتيشنال فيلد density 10 نيوتن بير كيلوجرام. أنا عايز مين؟ البوتنشال انرجي، يبقى الويت باي هايت. تمام؟ بس أنا مش مديك الويت، بس مديك الماس ومديك يا مستر جرافيتيشنال فيلد density. يبقى البوتنشال انرجي ايكوال ماس ملتبلاي جرافيتيشنال فيلد density باي الهايت اللي هو 6 باي 10 باي 3 ايكوال 180 جول. اوكي؟ Question number 2 calculate the weight of an object whose potential energy become 88 joule when it's lifted to the height 11 meter from the ground. هنعمل التراينجل بتاعنا جميل ان البوتنشال انرجي ايكوال يا مستر ويت باي هايت، بس هنا عايز مين؟ انا عايز الويت. الويت ايكوال البوتنشال انرجي ديفايدد هايت، يبقى 88 ديفايدد ال 11 ايكوال 8 نيوتن. اوكي. نمبر 3 calculate the height of the an object above the ground given that ان الويت equal 4 نيوتن and its potential energy 10 جول. هنعمل التراينجل بتاعنا عشان اجيب مين؟ الهايت. يبقى الهايت equal potential energy over الويت. بس ابي نطلع الداتا بتاعتنا. انا مديك البوتنشال انرجي بكام؟ ب 10 جول. والهايت يا مستر ده اللي احنا عايزينه. طب والويت 4 نيوتن. نكتب الرولز بتاعتنا ان الهايت equal potential energy over الويت، يعني 10 over ال 4 equal 2.5 متر. تمام؟ بص بقى خلي بالكم من حاجة مهمة قوي، إن ال potential energy يا مستر is very very important. تمام؟ وفي حاجات يا مستر أنتوا خدتوها قبل كده، خلي بالكم فيها ال potential energy بس بفورمز تانية، وكان من ضمن الفورمز اللي أنتوا خدتوها قبل كده في ال last years الchemical energy. يعني الchemical energy خلي بالك found in the food and the fuel is the potential energy. ليه بتقول عليها potential؟ عشان هي stored متخزنة. طب متخزنة فين؟ in the chemical bond. فاكرين الكيميكال بوند اللي خدناها يا مستر من الترم الأولاني والترم ده؟ تمام؟ ماشي؟ يبقى أنا في potential energy inside الباتري، inside الفود، inside الفيول. كل دول بنقول عليه chemical potential energy. طيب الchemical potential energy أو البوتنشال energy is stored in chemical bond، عشان كده سميناها chemical potential energy is released. بتطلع امتى بقى يا مستر؟ and converted لما تتحول إلى kinetic energy when the chemical reaction occur. يعني مثلا الباتري احنا عارفين من last term ان الباتري دي مثلا السورس في electric current او electricity، يبقى في electric charge move هتتحرك، يبقى البوتنشال هتتحول لمين؟ للكايناتيك انرجي. يبقى لازم يحصل كيميكال رياكشن عشان تبدا الكيميكال يا مستر، خلي بالك كيميكال بوتنشال انرجي اتشينج انتو كيناتيك انرجي. تمام؟ طيب بيسالني سؤال تاني، انا عندي يا مستر 150 كيلو جول work is performed to lift an object its mass 50 كيلوغرام to height above the surface of the ground، ومديني الجرافيتيشنال فيلد density 10 نيوتن بالكيلوغرام. وخلي بالك بيقول لك ال 1 كيلو جول ايكوال 1000 جول. كالكوليت. هنا هقول انا عايز البوتنشال انرجي وبعد كده بقول انا عايز الهايت. طب بالراحه كده بقى، بص انا عايز مين؟ البوتنشال انرجي. ماشي. وعايز إيه تاني؟ وعايز الهايت. اول حاجه ان البوتنشال انرجي انا بقول لك ايه؟ ان ده ورك دان. الله،
طب ما إحنا واخدين يا مستر في بداية الpotential energy وبداية الenergy إن الpotential energy هي energy stored نتيجة الwork صح؟ يبقى الpotential energy هنا بكام؟ equal الamount of the work done of an object. يبقى كام يا مستر؟ يبقى الpotential energy equal 150 كيلو جول. تمام؟ طيب بعد كده هو عايز مين؟ عايز الheight. الheight عبارة عن إيه؟ الpotential energy over الweight. طيب ما أنا عندي الpotential energy اللي لسه جايبينها 150 كيلو جول، يبقى 150 multiply 1000 over يا مستر 50 اللي هي إيه؟ الماس بالكيلوجرام over يا مستر كمان ال10. يبقى الheight equal آدي الpotential energy divided الweight يا مستر. والweight ده عبارة عن إيه؟ الماس اللي هي بالكيلوجرام 50 multiply gravitational field density ونعملها divided يا مستر تطلع بكام؟ ب 300 متر. طيب another يا مستر هنا question مديني بيقول لي بقى football يا مستر has been kicked by the player وعدت على اللتر X Y و Z. بص أهو X Y و Z ماشي. Which of the following express the potential energy of the ball at each 3 point X Y و Z. بص بقى بالراحة. أنا عايز أفهم يا مستر البوتنشال انرجي. أنهي جراف؟ يا ترى الإكس الA ولا B ولا C ولا D؟ تعالى بس بالراحة من غير ما نبص حتى الجرافات. أول حاجة أنا عندي يا مستر إن البلاير ده بدأ يشوط الكرة كيك ذا بول. ماشي. وصلت للإكس. بص الهاي بتاع الإكس. وبعد كده عدت يا مستر على الواي. بص الهاي بتاع الواي جريتست. وبعد كده الزد أعلى يا مستر من إكس وأقل من مين؟ من الواي. صح؟ يبقى أنا أنهي يا مستر جراف يبقى صح؟ تمام اكسلنت الأخير. ليه بقى؟ إن البوزيشن بتاع الإكس يا مستر أقل واحد وبعد كده يا مستر الزد وبعد كده الواي. الجراف الوحيد اللي بيدي يا مستر الأنسر هو مين؟ دي أهو. يبقى ده إيه يا مستر مين؟ البوتنشال انرجي بتاعة الإكس من ناحية الإكس يا مستر ليس وبعد كده وصلت للهاي أعلى هايت يبقى عنده هايست بوتنشال انرجي وبعد كده وصلت للزد يبقى ده يا مستر الهايت بتوين الزد اند واي. اوكي. بروبلمز تانية بيقول لي ايه بقى؟ تعالوا نشوف وات هابن. بص انا عايزكم تفهموها كويس قوي. احنا قلنا يا مستر ان الفاكتور depend on البوتنشال انرجي قلنا الويت والهايت. طيب بيسألني سؤال what happen if the weight of an object double with the constant height. يعني ايه اللي هيحصل البوتنشال انرجي لما الويت هيبقى يزيد للدبل والهايت is a constant. اوتوماتيك البوتنشال انرجي انكريز لما يا مستر الويت انكريز. طب الويت زاد للدبل يبقى البوتنشال انرجي انكريز للدبل. لا اديها لنا بقى بالنمبرز بالراحه كده. انا البوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت. هنفترض ان الويت كان ب 20 زاد الدبل بقى 40. ممكن تختار اي ارقام بتاعتك زي ما انت عايز والهايت خليه كونستانت. الهايت كان 5 متر واحنا قلنا الهايت كونستانت يبقى الهايت السكند هايت يبقى 5 متر. تعالى بقى بص البوتنشال انرجي 20 باي 5 100. طب لما ازود الويت خلاه الدبل يعني بدل 20 خلاه 40 يبقى 40 باي 5 ايكوال كام؟ ده 200 اهو. يبقى الويت يا مستر لما زاد للدبل البوتنشال انرجي انكريزد للدبل. سهله. الهايت ايه اللي هيحصل يا مستر البوتنشال انرجي لو الهايت decrease to half at constant weight اوتوماتيك ان البوتنشال انرجي decrease للهاف. لا ادينا بالنمبر. الفيرست كيس الويت الاولاني كان ب 20 متر الهايت الاولاني 5 متر. طب السكند كيس الويت ب 20 متر احنا قلنا يا مستر الويت كونستانت ما اتغيرش الهايت قل نص decrease to half كان 5 متر بقى 2.5 ايه متر. بص كده البوتنشال انرجي في الفيرست كيس 20 باي 5 equal 100. طب في السكند كيس 20 ان الويت doesn't change multiply 2.5 يبقى 20 multiply 2.5 equal كام؟ 50 جول. ايه ده؟ ده الويت يا مستر كونستانت الهايت ديكريز للهاف لقينا كمان البوتنشال ديكريز تو هاف كانت 100 بقت 50 جول. طيب وات هابن يا مستر لو الويت اوف ذا ان اوبجكت بقت دبل والهايت ديكريز تو هاف؟ قال لك بص بقى يعني واحده تزيد للدبل والثانيه تقل يا مستر الهاف يبقى البوتنشال انرجي ريمين كونستانت doesn't it change. اوكي. طب ناخدها بالنمبر. ادي اول كيس ان الويت ايكوال 20 نيوتن
زاد بقى 40 بقى double. الهايت كان 5 decrease to half يعني 2.5 متر. بص ركز كده، الفيرست كيس يبقى 20 باي 5 equal 100. طيب السكند كيس لما خلينا الويت بقى الدبل والهايت ديكريز للهاف، ادي 40 باي 2.5 equal كام؟ 100 جول. ايه ده؟ ده البوتنشال انرجي doesn't change. يبقى لما زود الدبل في الويت وخلى الهايت ديكريز للهاف، البوتنشال انرجي doesn't change. اوكي، ايه رأيكم يا شباب؟ احنا كده خلصنا lesson 1. لو عندك اي question او اي comment اكتب لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او على اليوتيوب.